الأستاذة سمية بتقولك من امتى إنجاز الست في الخلفة والبيت والعيال يعني. ده قمة الإنجاز، ده قمة الإنجاز يا أستاذة، إن الواحدة تخلف عيال وتتجوز كده ويبقى عندها بيت. ده قمة الإنجاز، قمة المتعة. فأنتي ما جربتيهاش. أنتي شايفة ان التمثيل والفلوس والعري والمهرجانات هي دي قمة الإنجاز. ده بتهيألك زين له الشيطان بيزين لكم سوء أعمالكم، لكن قمة الراحة والسعادة والإنجاز إن الست تقعد في بيتها وقرن في بيوتكن وتخلف كده وتربي أجيال. ده قمة الإنجاز، ده أحسن بقى من القمر والنجوم اللي انت بتتكلمي فيها دي. واللي بيطلعوا القمر وبينزلوا عندهم عيال برضو ومتجوزين وستتهم قاعدة في بيوتهم يعني. وبعدين وسكة وسكنة وسكة وسكنة وسكة وسكة وسكنة وسكة وسكة وكسة توكسنا وكسة توكسنا احنا وسكة مش هكررها تاني. احنا ده علينا احنا مش عارفة اقولها ده علينا احنا يعني، مش عليك انتي. طب انتي اهو قاعدة اهو متجوزتيش ومخلفتيش وبتكبري في السن، مش هتلاقي بقى ايه عيالك حواليكي كده؟ مش هتلاقي كده اللي ايه ما تبقي تعبانة عيالك يبقوا زعلانين عشانك ويجيبوا لك الدواء والف سلامة عليكي يا ماما، ولما تيجي تموتي مش هتلاقي عيالك يعيطوا عليكي. يعني انت اللي في وكسة مش احنا. كل ما افتكر اقعد اضحك. انت الموكوسة ايه حلوة موكوسة دي عشان اعرف اقولها. انت الموكوسة مش احنا. بس انت غلبانة مسكينة مش فاهمة والله قمة السعادة والمتعة للست إن هي تقعد في بيتها وسط ولادها وتربي. ما هي الست مخلوقة عشان كده، والله الست مخلوقة عشان كده. لكن تخرج بقى وخروج ملوش لازمة وتتعرى وتروح فساتين وتروح مهرجانات وتمثل وتبوس ده وتحضن ده في التمثيل. الست ما اتخلقتش عشان كده. ده شيطان بيزين لكم اللي انتوا بتعملوه وبيتهيأ لكم انه ده حلو وجميل، وده للأسف قمة الانحطاط. يلا سلام.